كل ما اشوف حد يقول نفسنا نبقى زي سوريا، نفسنا نبقى زي سوريا، بنعرف ان المشكلة كبيرة، مش في البلد بس ولا في الدين. اه والله المشكلة مش في البلد ولا في الدين، المشكلة في الفهم. انت بتتكلم عن شريعة ولا عن بلد اتحركت ولا عن دين؟ نفسي حد يجاوبني. ولا عن دم وخراب وتشريد؟ سوريا ما كانتش حلم، كانت وطن، واتكسرت واتخربت باسم الدين. واي حد يتهمني او اي حد يتمنى المصير ده، يا اما مش فاهم، يا اما ناسي، يا اما قلبه مليان غضب اكتر من الايمان. خليك معايا شوية ونفهم التفاصيل. احنا بنطلب دين ولا بنستسهل الخراب؟ احنا بنطلب دين ولا بنستسهل الخراب باسم الدين؟ اسمع معايا التفاصيل الكاملة عن سوريا وعن الناس المفسدين اللي عايزيننا نبقوا زي سوريا. للأسف احنا أحسن من سوريا 100 مرة. احنا ما بنتكلمش باسم الدين، سوريا اتخربت باسم الدين. اسمع التفاصيل الكاملة بعد الفاصل. خلينا نتكلم بالعقل شوية، بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن الغضب. انت بتقول نفسنا نبقى زي سوريا. طب قول لي، ايه اللي ناقصك هنا؟ ايه اللي ناقصك في مصر وام الدنيا وموجود هناك؟ حد منعك في الصلاة؟ لا. المساجد مقفولة؟ برضو لا. الأذان اتمنع؟ برضو لا. الصيام اتحرم؟ الزكاة اتلغت؟ الحج بقى جريمة؟ ولا كل ده موجود وانت برضو مش راضي؟ يبقى المشكلة مش في الدين، المشكلة فيك انت. المشكلة انك عايز نسخة على مزاجك. تقول لي اصل الدولة سايبة الحرام. الدولة سايبة ايه؟ سايبة الحرام. طب اسمعني كده وبهداوة وصلي على النبي. الدولة سايبة الاختيار، سايبة الانسان يتحاسب على نفسه. حد مسكك غصب عنك وقال لك اعصي ربنا؟ حد منعك تقول لا؟ حد قال لك اقفل المصحف؟ لا طبعا. حد منعك تربي عيالك على الدين الصحيح، الدين الوسطي؟ برضو لا. وانت زعلان ان في ناس غيرك اختارك طريق تاني؟ الدين ما نزلش بالعافية ولا انتشر بالعصاية ولا بحد السيف. الدين دخل القلوب مش السجون. وتيجي تقول لي الحاكم لازم يجبر الناس على الطاعة؟ حاكم ايه اللي يجبر الناس على الطاعة؟ طب وربنا قال في كتابه العزيز لا إكراه في الدين. انت عايز تشيل الآية وتفسرها على مزاجك؟ أخطر حاجة على أي بلد مش الفساد ولا الغلط، لكن إن واحد عادي ينصب نفسه قاضي ويحكم على شعب كامل إنه كافر. يحكم على شعب كامل إنه كافر. انت مش بتدافع عن الشريعة، انت بتدور على سلطة، سلطة باسم الدين. واللي يحب بلده بجد ما يتمناش لها الخراب ولا التفكيك ولا الفساد يبقى فيها ولا الدم ولا التشريد. اه والله العظيم ولا التشريد. سوريا مش مثال، سوريا جرح. واللي يتمنى الجرح يا اما نسى يا اما عمره ما حس. اي والله عمره ما حس. لو عايز دين ابدأ بنفسك، ولو عايز اصلاح حقيقي صلح اللي في ايدك، لكن ما تطلبش الخراب وتسميه شريعة. الدين رحمة، الدين رحمة مش نقمة. اي والله الدين رحمة مش نقمة. والاوطان ما بتنبنيش بالحقد، الاوطان ما بتنبنيش بالحقد. فما تتمناش نفسك تبقى زي سوريا. وسوريا خربت باسم الدين وحصل فيها فساد وحصل فيها يعني انقسامات. دي النقطة اللي حبيت اوصلها في الفيديو ده. ربنا يحفظ مصر ورئيس مصر وجيش مصر من الحاقدين الفاسدين.